يلعب كرة جميلة أمام المرمى بالراس تمر داخل المرمى جول هلالي. حلو يا سامي، حلو سامي فنان، سامي لاعب، سامي هداف. سامي الجابر الموجود اليوم على القاعدة الفنية هنا بالنسبة لنادي الهلال. سامي الأسطورة في كرة القدم السعودية. سامي أحد الأسماء التي صنفت مؤخرا ضمن ال50 الأفضل وال50 الأشهر على مستوى العالم، وال50 اللي سجلوا حضورا مميزا في كرة القدم. لما لا، سامي لعب 4 بطولات لكأس العالم. لما لا، والسامي سطر بأحرف من ذهب إنجازات يفخر بها كل سعودي، بل يفخر بها كل خليجي، بل من حق آسيا أن تفتخر بسامي. والله شوف ابو عبد الله، شهادتي في مجروح، انا من متيمين فيه منذ كان لاعب. انا اعلنها على الهواء، ما عندي مشكله. فيعني مهما اعطيته من مديح اعتقد بكون مقصر، لكن كلاعب انا اعتبره من اساطير الكره السعوديه، ويمكن اكثر لاعب اعتلى منصات التتويج هو اللاعب سامي بالارقام، بدون مجامله وبدون عاطفه وبدون. فاختيار سامي هو وسام على صدر كل لاعب سعودي. وبصراحه انا اتمنى جميع اللاعبين يحذون حذو اللاعب سامي الجابر، لانه فعلا كان مدرسه على ارض الواقع، والان مدرسه في الامور الاداريه. ان شاء الله يوفقه في عمله، ونشوفه ايضا هو اداري نجح ما في كلام، لكن ان شاء الله نشوفها في مناصب عليا ان شاء الله باذن الله في اتحاد كرة القدم وكذا، ونستفيد من خبراته، خاصة انه يعني مؤهل للشيء. وهو المسؤول الان احد المسؤولين عن ملف ترشيح قطر لاستضافة كأس العالم 2012. اختياره ما جاء من فراغ، اكيد جاء من طبعا من قناعه، من خلال ما عطاءاته، من خلال جماهيريته، من خلال تعليمه. الرجل متعلم ومثقف وله علاقاته الدوليه، فبالتالي اختياره هو وسام على صدورنا كلنا. مبروك لابو عبد الله. انا لازم اقول يعني نقطه، انا بقدر ما نفرح بالانجازات الشخصيه اللي تحسب للوطن، بقدر ما انا دائما تثير معها يعني اشياء تؤلم. انا متاكد ان احنا بنقرا بكره في بعض الجرائد وبعض المنتديات بيطلع احد في الاعلام يقلل من شان هالانجاز. Wouters van Basten wordt in de beslissing. Ja, Marco van Basten. 2-1 vlak voor tijd. Marco van Basten. Oh, wat een prachtige opening van Jan Wouters. Het Volksparkstadion is van Oranje. Wouters die helemaal vrij loopt. En Van Basten die wegtrekt naar Maradona. There he goes. Maradona. He's done it once again. The man they can't contain emphasises again his worldwide reputation, producing a goal out of almost nothing. Müller. Tor! Na, das war ein Müller-Tor. Beckenbauer, Müller, so haben wir es ja schon einige Male erlebt. Da die Wiederholung. Der Franz schlänzt den Ball zu Gerd Müller. Die berühmte blitzschnelle Drehung und ein reiner Rissschuss. Völlig chancenlos war der Tormann. Er konnte kaum nachschauen. Oh, very canny stuff. Rivellino, and it's Pelé. He's got it. Pelé has scored, and that is Brazil's 100th goal in the World Cup. So Pelé has scored, and as Sosao takes the throws, see what happens. Pelé, Rivellino putting it right across. Pelé leaping right above the ball, heading it down. And because Ricardo got a hand to it. It's Zinedine Zidane here. Oh, it crossed the line. It's a goal, but how lucky almost is that? How casual, how cheeky. Only one of the world's great players would attempt anything as audacious as that, but he nearly paid the penalty, if you excuse the pun. Well, I guess any penalty that ultimately counts as a goal, but that was mighty cheeky and